99% من اللي بيقدموا على المنح بيعملوا نفس الغلطه دي. بيكتب برومبت طويل لشات جي بي تي وبعدين بياخد الاجابه منه، بعدين يدور على احسن فري اي هيومنايزرز يقدر ان هو يشيل بيهم نسبه الاي دي، بياخد الكلام كوبي من الهيومنايزر ده وبعدين يحطه في ابلكيشن المنحه ويفتكر ان هو تمام كده وان مفيش اي نسبه اي. بس الحقيقه ان الموضوع مش كده. لما اجي اقول لك انك تعمل حاجه من غير اي، الحوار مش انك تتلاعب على السيستم وتخليه يطلع لك 0% اي، لان المشكله الحقيقيه ان الكلام ده مش طالع منك انت برضه، وده طبعا بيؤدي لرفضك بشكل تلقائي سواء في منحه او في شغل او ايا كان. فانا في فيديو النهارده هقول لك ازاي تستخدم الاي اي في كل خطوه، وفي نفس الوقت تحافظ على روحك وشخصيتك في الكتابه اللي بتميزك عن اي حد تاني. وخليك معايا لاخر الفيديو عشان سايب لك مفاجاه في الاخر، واللي انت غالبا هتكون عارفها لو انت متابعني من زمان. انا مؤمن بدرس في منحه تركيا للسنه الثالثه. خلينا بقى نشوف الاي اي وحواراته كلها مع بعض. اول حاجه بحب ان نعملها ان نحدد المشكله اللي بتقابلنا كلنا عشان نعرف ايه المشكله اللي بتواجهنا اصلا عشان نقدر ان احنا نحلها بعد كده. لو فكرنا فيها هنلاقي ان احنا عندنا مشكلتين في الوقت الحالي. المشكله الاولى ان الناس كلها بتستخدم شات جي بي تي دلوقتي، فلو استخدمنا شات جي بي تي بشكل اعمى هنطلع الاجابه بتاعتنا جينيريك او حاجه عامه جدا زي بقيه الناس كلها. وعلى الناحيه الثانيه في مشكله مهمه، وان احنا لو ما استخدمناش الاي دلوقتي هنكون متاخرين على الناس اللي حوالينا وفي ناس كتير جدا هتسبقنا. فهي معادله صعبه شويه ومطلوب مننا ان احنا نحقق المعادله الصعبه دي. وعشان نعرف ازاي نحقق المعادله دي او التوازن ده لازم نكون عارفين الاي اي مسموح له يعمل لنا ايه بالظبط، وايه الحاجات اللي خلته يعملها يبوظ لك الدنيا فيها. طب الاي اي مسموح له يعمل لك ايه بالظبط؟ الاي اي مسموح له انه ينظم افكارك. الاي اي مسموح له انه يوريك ايه الجابس او الفجوات اللي موجوده في الاجابات بتاعتك، ويقول لك ازاي انك تملى الفجوات او الجابس دي. يقدر ان هو يسالك اسئله فانت تجاوب عليها فتخليك اوضح واكثر منطقيه في طريقه العرض بتاعت افكارك. ده كده الاي اي مسموح له يعمل لك ايه. على النقيض الاخر الاي اي مش مسموح له انه يخترع حياتك او انه يكتب مشاعرك او يضيف دراما على احداث معينه في حياتك. برضه مش مسموح له انه يكتب مكانك، لانك لو سبته يخترع ويضيف الدراما بتاعته هيطلع حاجات شكلها حلو جدا، انا متفق معاك 100%. بس الحاجات دي لما تتقارن باحداث تانية في حياتك اللي هي الحاجات الحقيقيه هيبدا يبان التناقض ما بين الحاجتين دول، وبالتالي هيبان ان في مبالغه في الكلام بتاعك او ان الكلام بتاعك ده مش حقيقي. خليني اديك مثال بسيط بدل ما احنا بنقول كلام كده وخلاص. انا دلوقتي واحد بكتب عن عمل تطوعي عملته، فهكتب الجمله التاليه دي: I volunteered at my school and it was a great experience to help people there and see them happy. اللي هي معناها انا تطوعت في المدرسه بتاعتي ودي كانت تجربه عظيمه ان انا اساعد الناس هناك وان انا اشوفهم سعداء. فانا كتبت الجمله دي بنفسي والجمله دي فعلا حقيقيه. مش هاجي للاي بقى واقول له ضيف لي تفاصيل معينه على الجمله دي او ضيف لي ايموشنز معينه عشان تخلي الجمله دي معبره اكتر. طيب ايه الصح اللي انا اعمله واسال الاي اي عن ايه بالظبط؟ انا بدي شات جي بي تي الجمله دي وبقول له اسالني اسئله تخليني اطلع باجابه عميقه وكرييتيف ومختلفه عن اي حد. طبعا في طريقه معينه لكتابه البرومبتس، الموضوع مش كده وخلاص. فخليك معايا لاخر الفيديو بقى عشان تشوف المفاجاه اللي سايبها لك للاخر. فشات جي بي تي هيبدا يسالك مجموعه من الاسئله عن التجربه اللي حكيتها له دي، زي انت عملت ايه بالظبط في التجربه دي، ايه اللي اتغير فيك بعد ما ساعدت المساعده دي، ازاي الموضوع ده اثر عليك بشكل شخصي. طب انا جاوبت الاسئله دي بس لسه حاسس ان ممكن يجي مني اكتر من كده، حاسس ان الاسئله دي عامه وان انا ممكن يجي مني تفاصيل تانية كتير. فهقول له اسالني اسئله تفصيليه اكتر عن التجربه دي تخليني فولنربل اكتر. طب يعني ايه فولنربل دي بالظبط؟ ده واحد من اهم الاساليب في الكتابه او التعامل مع الناس. حتى الفولنربيلتي ترجمتها الحرفيه القابليه للجرح او التعرض للهجوم. فخليني اشرح لك معناها بالظبط بدون اللجوء للترجمه الحرفيه. الفولنربيلتي بكل بساطه انك تفصح عن حاجه معينه ممكن تكون مش مريحه بشكل كامل بالنسبه لك، او شعور معين بحاجه جواك انت ممكن ما تقولهاش لحد، بس لما تكتبها او تقولها لشخص معين بيبدا يحس انه مرتاح لك ودخل جواك قوي. وفي نفس الوقت انت بتوصل فكره انك شخص مش مثالي، ودي النقطه بالظبط اللي احنا عايزين نوصلها في الاجابات بتاعتنا. فمهم ان احنا ندخل الايموشنز في الكلام بتاعنا، لان الايموشنز والمشاعر في كل موقف هي الحاجه اللي بتفرقنا وبتميزنا عن بعض. وما تفهمنيش غلط، انا مش بقول لك تدخل في مرحله صعبانيات وتقعد تشكي وتفضح في اسرارك للمنحه، الموضوع مش كده برضه. انت بس بتوصل لمرحله عميقه شويه في الكلام عن مشاعرك تجاه تجربه معينه مش اكتر. والحركه دي تعملها مره او مرتين، مش تقضي ايموشنز في الكلام كله، لان طبعا زي ما منحه بتهتم بالبعد الانساني فهي طبعا بتهتم برضه بالارقام وانت عملت ايه بالظبط على ارض الواقع. حاسك كده محتاج مثال للكلام اللي بقوله ده؟ عينيا الاثنين. هجيب لك مثال من احد الخطابات المقبوله في احد المنح الامريكيه. الخطاب ده لفت نظري جدا في حته الفولنربيلتي اللي بقول لك عليها كل ده. الشخص ده بيقول في الخطاب بتاعه ان هو صغير كان بيخاف يتكلم مع الناس او يطلب اي حاجه. يعني مثلا كان ممكن يقعد ياكل بطاطس من غير كاتشب بس علشان مش قادر يطلب من اللي شغالين في المطعم انه عايز كاتشب. وكان ممكن يقعد قدام المدرسه يستنى الاتوبيس ويعيط بدل ما يدخل يسال هو الاتوبيس هيجي امتى. فهو هنا مش بيحاول انه يبان قوي او ان هو يجامل نفسه، بالعكس هو بيعترف بنقط ضعفه الحقيقيه. بس هو طبعا اجى في تكمله الخطاب وقال هو ازاي اتغير 180 درجه وبقى ديبيتور او مناظر شاطر في المدرسه بتاعته. فهو قال في الاخر ازاي يتغلب على نقطه الضعف دي، ما قالش نقطه الضعف وبعدين سابها ومشى وخلاص، لا هو قال نقطه الضعف وبعدين ازاي يتغلب عليها. طب تعال نرجع للمثال بتاع الجمله اللي قلنا عليها من شويه: I volunteered at my school and it was a great experience to help people there and see them happy. زي ما قلنا هنسال الاي اي مجموعه من الاسئله تخلينا فولنربل اكتر. بدل ما كنت هتتكلم عن التجربه بشكل عام في الاول وانها كانت تجربه عظيمه وان انت كنت اضافه كويسه بالنسبه لهم زي ما اي حد بيعمل، لا هتبدا تقول حاجه مثلا زي ان انت كنت متوتر في الاول وما كنتش عارف تتعامل مع الناس هناك،
او مثلا كنت بتواجه صعوبه في ان انت تعمل نشاط معين، بس بعدين حصل موقف معين واللي هو كذا كذا خلاني ان انا اتغير في النقطه دي 180 درجه، فبقيت شخص احسن ساعتها. هنا بدات تظهر شخصيتك ومراحل تطورها بموقف مميز من حياتك انت، مش مجرد تجربه عامه وخلاص بتحكي عنها. انا طولت جدا في النقطه دي وممكن اكون خرجت عن موضوع الاي اي شويه، بس بجد النقطه دي مهمه جدا، ولو انت خلاص فاهمها هتقدر تلعب بالاي اي زي ما انت عايز وتفضل تساله اسئله لحد ما توصل للحاجه اللي انت عايزها. وطبعا لازم تكون فاهم ازاي تكتب برومبتس كويس للاي اي عشان توصل لاحسن نتيجه على طول. طيب ده بالنسبه لكتابه الافكار الفرديه. طبعا في اساليب كتير جدا تانية للكتابه، بس انا اتكلمت عن اسلوب واحد بس واديتك مثال عليه. طب لو انت دلوقتي معاك خلاص مجموعه من الافكار جاهزه للكتابه، نعمل بها ايه بالظبط؟ بتبدا تسال شات جي بي تي ازاي تنظم الافكار دي، بس من غير ما تغير ولا كلمه من الكلام اللي انا كاتبه ده، وهو هيديك كذا طريقه ازاي تنظم الافكار دي لحد ما توصل لاحسن طريقه فيهم من غير ما يغير ولا كلمه من الكلام بتاعك. طب خلينا نتكلم عن الصوره الكبيره او البروسيس الكامله عشان تكتب خطاب او عشان تكتب اي حاجه في ابلكيشن المنحه، وانهي خطوه بالظبط في البروسيس دي لازم تفضل واقف عندها شويه وتديها اهميه. احنا عندنا 5 خطوات رئيسيه. اول خطوه وهي انتاج الافكار او البرين ستورمنج اللي انا اصلا كل ده كنت بكلمك عنها. تاني خطوه وهي انتقاء وفلتره الافكار، بتجيب الافكار اللي ممكن تضمنها في الكلام بتاعك وبتطلع الافكار اللي ممكن ما تكونش ريليفنت قوي بالكلام بتاعك وبعدين بتسيبها على جنب. برضه شات جي بي تي ممكن يساعدك في حاجه زي كده. ثالث خطوه وهي ترتيب الكلام باسلوب معين او الستوري تيلينج، وبعدين الخطوه الرابعه اللي هي تعديل الكلام اللي بيشمل البارفريزنج او اعاده صياغه الكلام، وبيشمل برضه التعديل في الجرامر. الخطوه الخامسه والاخيره وهي الفاينل ريفيو او المراجعه النهائيه للكلام بتاعك، اللي انت بتعرض الخطاب ده على حد فاهم في الخطابات وتبدا تساله عن رايه في الخطاب ده، او ممكن مثلا تعرضه على اي اي تاني غير الاي اي اللي انت كنت بتستخدمه الفتره اللي فاتت دي كلها عشان يكون انبايزد ومش متحيز للكلام بتاعه، فممكن تسال اي اي تاني عن رايه في الكلام ده. طيب في غلطه بيغلطها اغلب اللي بيقدموا ودي انا شفتها بعيني مع ناس كتير جدا، ان هو بينط على طول على مرحله الكتابه والتعديل والجرامر وعايز يكتب احسن فوكاب في الانجليش وعايز يعمل جمل معقده من 3 او 4 سطور، مع ان الحقيقه ان التعقيد في الكتابه مش هيزود فرص قبولك تماما. الاساس في قبولك هي افكارك والاساس اللي بتبني عليه اي حاجه بتكتبها، فلو مفيش افكار ومفيش اي محتوى في الاساس فانت ما عملتش اي حاجه بالانجلش كويس ده. فاهم مرحله من ال5 مراحل اللي قلت عليهم دول هي اول مرحله البرين ستورمنج او انتاج الافكار. فافضل قاعد هنا شويه حلوين وافضل خلي الاي يساعدك لحد ما تجيب اخر خالص في الافكار، وبعدين بقى بتبدا تنقي من الافكار دي وتنظمها براحتك، وكل حاجه بتكون بعدها سهله نسبيا، بس اهم حاجه تكون جبت الافكار والاساس اللي انت هتبني عليه كل حاجه زي ما قلنا. فكل واحد فينا عنده اصلا حاجات في حياته مهما كانت بسيطه، فانت اللي محتاجه مش انك تالف حاجه جديده في حياتك، لا انت بس محتاج ادوات استدراك صح تطلع منك الافكار اللي اوريدي موجوده عندك. وشات جي بي تي والاي اي بشكل عام احسن حد ممكن يطلع لك الافكار دي، بس انت تقول له يعمل ايه وتديله الدايركشن او الاتجاه اللي يمشي فيه بالظبط. طيب انا كده اديتك نبذه عن طريقه التعامل مع الاي اي وايه الحاجات اللي تتجنب تعملها معاه. خليني بقى في المفاجاه اللي قلت لك عليها في اول الفيديو، وهي كورس المنحه التركيه 2026، الكورس اللي هيكون شامل كل تفصيله في مرحله التقديم، وازاي تخلي الاي اي يساعدك في كل خطوه، وازاي تكتب برومبتس فعاله للاي اي تطلع لك احسن نتيجه. يعني من الاخر كده هيتعلم اساسيات البرومبت انجينيرنج في الكورس ده، وهيتعلم الستوري تيلينج وازاي تطبقها على خطاب النيه او خطابات التوصيه او اي حاجه انت بتكتبها عموما، وازاي تعمل سي في بروفيشنال ومناسب حتى لو ما عندكش خبرات سابقه، وازاي ترتب الجامعات وحاجات تانية كتير مهمه في ابلكيشن المنحه. والاهم الاهم ازاي تخلي كل كلامك يكون متسق مع اهداف ورؤيه المنحه التركيه، ما تكونش تكتب في حاجات والمنحه مهتمه بحاجات ثالثه خالص. انت بعد الكورس ده اضمن لك انك هتكون قادر تقدم على اي منحه بعد كده لوحدك، ومش هتكون محتاج لي ومش هتكون محتاج لاي حد تاني. تقدر تشترك في الكورس من دلوقتي من خلال انك تبعت لي مسج على بيج مايلي ثرون على انستجرام، هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن، وتفاصيل الكورس كلها هيبدا امتى وهيخلص امتى وايه الكونتنت بتاعه بالظبط، كل ده هتلاقيه على الويب سايت بتاعنا www.mileythrone.com. هسيب لك برضه لينك الويب سايت تحت في الديسكربشن. هتشوف هناك الاول الفيديو التعريفي عن كورس السنه دي، وهتنزل تحت شويه هتلاقي كل اراء طلابنا في كورس السنه اللي فاتت عشان تكون عارف هم استفادوا ايه وايه الحاجات اللي عجبتهم في الكورس بالظبط. وخد بالك ان احنا هنقبل في الكورس ده اول 45 واحد بس هيسجلوا، العدد قليل عشان يتم التركيز مع ال 45 واحد بس دول. فشوف الفيديو التعريفي للكورس على الويب سايت بتاعنا وشوف اراء طلابنا في كورس السنه اللي فاتت، ولو الموضوع كله عجبك وشايف ان الكورس ده هيفيدك ابعت لنا مسج على بيج انستجرام عشان تسجل في الكورس، وفي عرض خاص على سعر الكورس الاول 5 هيقدموا معانا. وبس كده، لو حد عنده اي سؤال يكتب في الكومنتس او يبعت لي على الاكونت بتاع انستجرام، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.